ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. الماء عصب الحياة، الماء تحيا به الأمم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء تحيا به الأمم وتحيا به الكائنات وتحيا به كل ذرة من ذرات هذه الحياة، يحيي بها الله سبحانه وتعالى بالماء. فالماء ركن أساسي في الحياة، وبدون الماء لا يمكن أن يعيش الإنسان. هذه أمور معلومة لديكم مشاهدي الأكارم، وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق كوكب الأرض وجعل ثلثيه ماء والثلث الأخير يابس. ومن هنا كان لزاما علينا أن نتحدث عن هذا الماء بما يخصنا نحن معاشر الإريتريين في بلادنا. نستمع حينما نسأل عن أحوال داخل إريتريا، عن أحوال الماء والكهرباء والمعيشة وغيرها، فنجد أن الشعب يعاني معاناة شديدة فيما يتعلق بالماء. ولا يزال هذا البلد في الحقيقة يعود إلى التواريخ القديمة. لا يزال الناس ينتظرون ما يسمونهم بالبوط أو يسمونه السيارات التي تحمل الماء من أماكن بعيدة، ويظل هذا الشعب المسكين بعشرات الأيام، ربما أحيانا يكون أكثر من ذلك، ليس لديه ماء أو يحتفظ بالماء. لا يزال الشعب الإريتري يستخدم مياه الآبار، في حين أنه شعب قد آتاه الله سبحانه وتعالى من موارد المياه الشيء الكثير، كما سيأتي معنا في هذه الحلقة. يا ترى ما السبب؟ لماذا تأخرت إريتريا في إصدار المياه؟ لماذا لم تكن هناك أريحية في هذا المجال؟ ما هو السبب في ذلك؟ نناقش هذا الموضوع في هذه الحلقة المباركة مع ضيفنا الكريم الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الإفريقي والداعية المعروف. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم. أهلا وسهلا دكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا، حياكم الله. حدثنا عن الماء وأهميته دكتور حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت في مقدمة الحديث، فإن الماء عصب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي كما قال الله تبارك وتعالى. والماء نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، من النعم التي تستحق الشكر وتستوجب الحمد وتستوجب الثناء، كما أن عدمها يستوجب استمطار المطر والغيث من الله تبارك وتعالى. فالإنسان
في هذه النعمة إن وجدها شكر الله، وإن لم يجدها لجأ إلى الله، لأن بها يحيا هذا الإنسان ويستقر. كما أن الماء عامل من عوامل الاستقرار والتنمية، فلا يمكن أن تتحدث عن شعب مستقر وشعب خاضع لتنمية متطورة ما لم يكن هنالك ماء لهذا الإنسان. أضف إلى ذلك الماء هو أيضا أساس الحضارات. كل الحضارات التي يتكلم عنها نجدها في التاريخ الإنساني تجد أنها قامت على شواطئ وعلى أطراف المياه. الحضارة المصرية والحضارة الآشورية والحضارة على كل البابلية، كل هذه الحضارات قامت حقيقة على مشارف المياه. حتى عندنا مثلا حضارة الحبشة قامت في منطقة فعلا يكثر فيها المياه، يعني هي منطقة مياه، وبالتالي أيضا الحضارة اليمنية كانت أيضا قائمة على موضوع السد، سد اليمن. فعلى كل تقوم الحضارات كذلك على وجود الماء. أضف إلى ذلك انعدام الماء يسبب أيضا إشكالات كبيرة جدا، إشكالات صحية، إشكالات أيضا فيما يتعلق بالزراعة، إشكالات فيما يتعلق بالجانب الحيواني في المرعى. بل نجد أن جزء كبير جدا من الأسباب التي تؤدي إلى الحروب بين المجتمعات قلة الماء. فقلة المياه خاصة في المجتمعات الهشة أو المجتمعات التي تكون الغالبية فيها من الرعاة والمزارعين، تنشأ هذه الأسباب على كل من أسباب واحدة من أسباب الحروب غياب الماء. وبالتالي هذه كلها على كل من الأسباب التي يعني تجعلنا نهتم بهذا الجانب. ولذلك الآن يعني في الإسلام نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يمتن على عباده بأنه ينزل عليهم الغيث وينزل عليهم الماء، وأنزلنا من السماء ماء مباركا. فالله تبارك وتعالى ينزل الماء من السماء ممتنا على عباده بهذه النعمة العظيمة. فعلى كل هذه كلها تجعلنا نقف حقيقة مع موضوع الماء باعتباره عصب الحياة، وبأن الندرة فيه وانعدامه يؤدي إلى خلل كبير جدا في هذه الحياة. وللأسف الشديد يعني الآن البشرية إما نتيجة لسوء الاستخدام وسوء التصرف فيما يتعلق بالمياه، أو أيضا الاختلالات الحاصلة في البيئة لاعتبارات عديدة جدا. هنالك إشكال كبير جدا فيما يتعلق بالمناخ وأزمة المناخ وتداعيات هذا الوضع. فكما تفضلت في بداية الحديث، هذه الأرض ثلثيها ماء وثلثها يابس، لكن سبحان الله اقتضت حكمة الله أن الثلثين من الماء ربما 2% منها فقط هي التي تصلح للشرب، يعني الباقي كله عبارة عن مياه مالحة. وهذه على كل لها فوائدها. نعم. لكن هكذا، فإذا كان الموضوع بهذا الشكل، يعني هذه المسألة بهذه الصورة، نلاحظ الآن هنالك كثير من الدراسات تتحدث عن أزمة المياه وأزمات المياه من ناحية عالمية، ويخشى حقيقة يمكن في منطقتنا تحديدا قد تؤدي هذه المسألة إلى حروب وانتكاسات كبيرة جدا. فنحن الآن مثلا نعاني من الإشكالات التي بين الدول الثلاث، إثيوبيا والسودان ومصر، فيما يتعلق بموضوع سد النهضة، وكيف ممكن بناء سد واحد يؤدي إلى اختلالات. طيب، سنأتي عليه جدا. نعم. جزاكم الله خير على هذه المقدمة دكتور حسن. فيما يتعلق بإريتريا وما تمتلكه من المياه، يقول التقرير المساحة المائية تغطي أكثر من 16,000 كيلومتر مربع من المساحة الكلية لإريتريا. نعم. تمتلك إريتريا أطول حدود بحرية مطلة على البحر الأحمر، ويبلغ طولها 1000 كيلومتر. تمتلك 125 جزيرة، أهمها أرخبيل، دهلك، وبه 25 جزيرة أشهرها جزيرتي فاطمة وحالب إلى آخر ما قال. هنالك عدد من الخليجات المطلة على البحر الأحمر، لكن أهمها خليج عصب. من أهم الأنهار في إريتريا نهر القاش وبركة وعنصبة، وهي أنهار موسمية. أما نهر الستيت فهو نهر دائم. نهر القاش طوله 440 كيلومتر، ويعرف بمأرب بسبب هجرة اليمنيين قديما. ينبع من الهضبة بالمرتفعات الجنوبية، ويصب في شرق السودان بمدينة كسلة. نهر بركة طوله 630 كيلومتر، ينبع من الجزء الغربي من الهضبة، ويصب في مواسم الأمطار الغزيرة بالبحر الأحمر. نهر عنصبة أصل التسمية عين سبأ، يصب في نهر بركة، وهو رافد من روافده،
وقد اكتشفت الأقمار الصناعية الأمريكية بحيرة ضخمة في منطقة بركة تكفي حاجة إريتريا من الماء والكهرباء لمدة 250 سنة. أعيد: وقد اكتشفت الأقمار الصناعية الأمريكية بحيرة ضخمة في منطقة بركة تكفي حاجة إريتريا من الماء والكهرباء لمدة 250 سنة، يعني 3 أجيال، جيل وراء جيل ثم بعده جيل، والله المستعان، إلى الله المشتكى. نهر ستيت نهر دائم الجريان، إلا أنه يعمل الحدود الطبيعية بين إريتريا وإثيوبيا، لذلك من الصعب الاعتماد عليه بصورة كبيرة حيث يمتد منطقة صراعات. وهو في منطقة الصراعات. الأودية: وادي علي قدي ويصب في سهول زولا، وادي حداث وكميلة اللذان يرويان من مزارع بدا بمنطقة دنكاليا، وادي حماسين والهضبة الشمالية فتروي مزارع قد وسقب وإمبيرمي. نعم. كما أن المزارع الموجودة في جندع وأسمر يتم ريها عن طريق سد تم بناؤه في نقوس. الكلام حقيقة تقرير طويل. ما تعليقكم على هذه الخيرات الكبيرة والشعب الإريتري لا يستفاد منها؟ والله يا خول، كما تفضل الكاتب في التقرير، إريتريا لا تعاني من مشكلة إنه ما في أمطار أو ما في مياه. بالعكس، نحن نقع في منطقة يعني تتمتع بموسمين. يعني عندنا الأمطار في موسمين، عندنا المناطق الساحلية اللي هي أمطارها شتوية، والمناطق يعني اللي هي من نوفمبر إلى يناير، والمناطق الأخرى اللي هي ذات الطابع الصيفي والأمطار فيها صيفية كما هو في سائر الهضبة الحبشية، وهذه تقريبا الأمطار فيها من شهر 6 إلى شهر 9. فأنت عندك ما شاء الله منطقة فيها هذا النوع من التنوع في الموارد المائية. أضف إلى ذلك لو حاولنا الآن مثلا نقف على هذا التقرير في التنوع أيضا للاتجاهات نفسها التي تتحرك فيها المياه، بما أنك أنت في هضبة، والهضبة بأطرافها دائما السواحل والسهول، فعندنا السهول الغربية والسهول الشرقية، عندنا السواحل. نلاحظ الآن هذه الأنهر التي تكلمنا عنها تنزل من المرتفعات وتنحدر من المرتفعات إلى المنخفضات. فأنت ما شاء الله عندك بعض الأنهر والوديان تتجه نحو البحر الأحمر شرقا، وعندك بعض الأنهر والوديان الأودية تتجه مثلا شمالا نحو البحر الأحمر وغربا نحو السودان. إذن عندك أنت الآن ما شاء الله تنوع في هذا الاتجاه، وعندك بعض الأودية أيضا كذلك تنزل مثلا باتجاه البحر الأحمر باتجاه دنكاليا. فيعني هذا التنوع يفترض أصلا لا نتكلم عن أزمة مياه في إريتريا. يعني كل هذه الأودية لو تم التعامل معها بشكل علمي وبشكل صحيح، ومن حق كل دولة، لأن المياه موارد بطبيعة الحال، موارد طبيعية، يفترض كل دولة أن تستثمر في مواردها بشكل صحيح وتحافظ على كل على مواردها حتى لا تذهب هذه الموارد هدر. ويتحدث دائما عن قضية الموارد بأنها ليست ملك فقط للأحياء الحاليين بقدر ما هي أيضا هي للأجيال القادمة. لكن يبدو هذا التنوع لم يتم الاستفادة منه بالشكل المطلوب. يعني أنت الآن ما شاء الله عندك نهر بركة تصب فيه مجموعة من الأودية، لكن أهم نهر من الأنهر نهر عنسبة. يعني منطقة عنسبة ومنطقة بركة كلهم يصبوا في النهاية ليتحول إلى خور بركة الكبير ليصب إلى دلتا طوكر. فأنت عندك ما شاء الله مساحة واسعة يتحرك هذا النهر من إقليم بركة ويقطع كل هذا الطريق ليدخل الأراضي السودانية. فعندك مساحة واسعة يمكن أصلا أن تستفيد من هذه. عندك أيضا نهر القاش يمكن في طول 440 كيلومتر إلى أن يصل الحدود السودانية. عندك القدرة والإمكانية أيضا هذه المنطقة أن يتم الاستفادة منها. عندك البحر هذه قضية أخرى، قضية البحر وإمكانية الاستفادة التكرار طبعا التكرار إلا الدول الخليجية لا يتكلم بالتكرار إلا لما خلاص تكون عندك ما شاء الله. لكن هو واحد من الخيارات. يعني يمكن إن شاء الله عندما نتكلم في الحلول والمعالجات يفترض هذا يكون واحد من المعطيات اللي ممكن والله تدخل فيه بعض الشركات للاستثمار. أنت لو ما قادر يمكن أن تدخل شركات وتدخل هذه الشركات كشركات استثمارية. بالضبط. وصارت الآن مسألة بيع المياه هذه من أفضل أنواع التجارة والاستثمار. يعني أنت الآن بتشتري مثلا كوب من الماء ممكن بليرة مثلا أو بتشتري، فهو مجال على كل الليل. لكن أنا أتكلم عن المتاح بعيدا عن
اللي فيه تكلفة. هذه المناطق كلها قابلة لأنه والله يمكن أن تستثمر بشكل كبير جدا. فلا نعاني، باختصار شديد، إريتريا لا تعاني من مشكلة المياه بقدر ما تعاني من كيف يمكن الاستفادة من هذه الموارد المائية بشكل صحيح، سواء بإقامة السدود بالطرق الحديثة فيما يتعلق كذلك بالاستفادة من هذه الجوانب. لكن يبدو هنالك على كل خلل في هذا الجانب، لكن كما تفضلت التقرير يغطي مساحة طيبة جدا فيما يتعلق بالموارد الضخمة، وهي ثروة بطبيعة الحال يفترض أصلا أن يتم الاستفادة منها. طيب، ذكرتم شيخ حسن أن لا مشكلة في وجود المياه في إريتريا، وأن إريتريا تمتلك ثروة كبيرة من المياه. ما المشكلة إذن؟ أين تكمن المشكلة؟ هل يعني لا أدري ماذا أقول، لكن هناك بدائل كثيرة. حينما نأتي على البدائل وتقديم خدمات مياهية للشعب الإريتري ستتضح لنا بعض الأمور ونستشيرك فيها، أو بمعنى أصح نتساءل في هذه البدائل التي ممكن أن تكون وليس فيها أي ضرر لأي جهة من الجهات. لكن نعود بالسؤال بادئ ذي بدء: ما المشكلة؟ هو على كل غالبا ما دام أن هنالك موارد، ومع ذلك مع وجود هذه الموارد هنالك أزمة. واحد من اثنين بطبيعة الحال: إما أن يكون هنالك خلل إداري، وإما أن يكون هنالك فساد إداري. الفساد الإداري أنا في تقديري حاليا مستبعد، ليست هنالك جهة من الجهات مستفيدة من والله الوضع يكون بهذا الشكل. لا أتصور السلطة أيا كانت هذه السلطة إنه والله يكون يمكن أن يكون هنالك فساد في إنه والله تستثمر هذا الوضع وتنتجه ثم تفسد فيه. لكن أن يكون والله هذه الموارد كلها هدر وتذهب دون الاستفادة، معنى ذلك هنالك خلل من نوع آخر، وهو موضوع الخلل الإداري. الخلل الإداري إما أن والله في أزمة في الأولويات، بمعنى أولويات الدولة، أولويات القائمين على أمر الدولة فيه خلل في التراتب، بمعنى موضوع الخدمات لا يأخذ الأولوية القصوى في بنية الدولة وأولوياتها. هذه واحدة من الإشكالات الكبيرة، وهذه خلل طبعا طبيعة الحال. إذا قلنا والله موضوع المياه لا يأخذ الأولوية فهذا إشكال كبير جدا. حتى لو افترضنا أنه بعض الناس يتكلمون عن أنه والله مثلا موارد الدولة معظمها تذهب في اتجاه الحروب، في اتجاه تجهيز الأسلحة، في اتجاه كذا، هو بلا شك بأنه والله معركة الوجود أحيانا تحكمك أنك أنت والله مهدد من الآخرين. لكن معركة المياه ليس أقل من المعارك الأخرى، فهي معركة وجودية. الشعب يمكن أن يتهدد بإشكالية المياه. فعلى كل هذا الجانب أنا في تقديري يبدو هنالك خلل فيما يتعلق بالأولويات، وفيما يتعلق بالترتيب لهذه الأولويات، وفي أن والله كيف نجعل من هذا الإنسان الاهتمام بحياته، الاهتمام بوجوده سليما معافى. هذه فيها على كل خلل حسب ما أتصور. طيب شيخ حسن، إذا قلنا أنه هو هناك خلل إداري، إلى متى هذا الخلل؟ وهل يمكن إصلاحه؟ للأسف الشديد، ولا دعني أقول نحن نعاني في ما بعد الحرب العالمية الثانية من طبيعة بنية الدولة القطرية ووظائفها، حتى نتصور الحالة. في السابق مثلا كانت الدولة تقوم بأدوار وتترك مساحات واسعة جدا للشعوب. الجانب الخدمي مثلا في تاريخنا الآن، في تاريخ الأمة المسلمة، كان مساحات واسعة، قضايا المياه، قضايا التعليم، قضايا الصحة مثلا، كانت تترك بشكل واسع لحركة المجتمع، ولا تحاول أن تثقل الدولة بها نفسها. لكن في ظل الدولة الحديثة للأسف الشديد بدأت الصورة تختلف، فصارت مثلا الدولة تهيمن على كل المفاصل، تهيمن على كل المفاصل فيما يتعلق بالخدمات، فيما يتعلق بالحماية، فيما يتعلق بالدفاع، فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق بالصحة. وبالتالي هنا على كل يحدث خلل بطبيعة الحال في إنه والله لما أنت كدولة تحتكر كل شيء بحكم القوانين الموجودة، بحكم طبيعة السلطة الموجودة، تجدها محتكرة لكل شيء، وبالتالي حركة المجتمع تخف. أنا في رأيي هنا لو أن المجتمع مثلا أعطي من المساحات ما يجعله يتحرك في خدماته، سواء كان والله تحرك داخلي أو كان تحركا خارجيا، يمكن أن تحل أنت كثير من المشكلات. لكن للأسف الشديد هذه المشكلة أنا في تقديري أول مرتبطة ببنية الدولة وطبيعة النظام السياسي فيها، وما يمنحه
للشعوب. وطبعا موضوع المياه أنا في تقديري يدخل في الفقه الإسلامي ضمن ما يعرف بالمكنة، اللي هو تمكين المجتمع من أدوات التمكين والاستخلاف. يعني متى ما أنت والله ما مكنت المجتمع هذا من أن والله في موارده المائية وفي كلئه وفي معنى ذلك أن المجتمع تمت السيطرة والضبط عليه بشكل كبير. هو بلا شك ليست هنالك مشكلة في تقديري في البشرية ليست لها حل، ولكن نحتاج لنغير هذه الحالة إلى تغيير في نمط تفكيرنا، في تغيير نمط النظام السياسي القائم، في طريقة على كل عمل الدولة وما يلزم أن تدخل فيه وما لا يلزم أن تدخل فيه. هذه كلها يخضع لهذا الموضوع. طيب دكتور حسن، إذا كنا نحن نقول أن فعلا يعني الدولة القطرية وما تهتم به وتقدمه من الأولويات وغيره هو أحد أسباب تعطل مشكلة المياه، أو يعني استمرار مشكلة المياه وعدم إيجاد الحل المناسب لها، أليس هناك برأيك مقترحات وحلول ممكن نفيد بها الشعب ولا يضر هذا من الدولة القطرية، أو لا يضر الدولة القطرية في كونها يعني تهتم بهذا الجانب؟ يعني ما الذي يضر الدولة أنها تهتم بالكهرباء، تهتم بالمياه، تهتم بالبنية التحتية، ومع اهتمامها بحماية الدولة وتجنيد الشعب كذلك ما الذي يمنعها أن تهتم في هذا الجانب وتمكن الشعب؟ هل هناك مثلا أسباب أخرى تمنع يعني الجهة المسؤولة عن المياه في هذا الجانب؟ هو على كل إن الأمور هذه سبحان الله لها علاقة عموما بالفلسفة السياسية للدولة. الدولة إذا قامت على نمط اشتراكي كما يقال، نمط اشتراكي إنه والله هي ترى كل شيء يكون تحت تصرف، التجارة تكون تحت تصرف، التعليم تحت تصرف، الكهرباء، المياه، الكذا، هذا النظام الاشتراكي القابض طبيعة الحال سيؤدي إلى خلل كبير جدا، وخاصة عند ندرة الموارد في داخل الدولة. ولذلك الآن مثلا كثير من الدول حتى الاشتراكية، الدول التي قائمة على الاشتراكية مثلا لما لاحظت بأنه والله هيمنة الدولة على كل مفاصل الحياة في البشرية أدى إلى تعطيل في بعض الجوانب، نحت إلى ما يمكن أن نسميه الخلط ما بين المنظومتين، خلط ما بين النظام مثلا الاشتراكي وكذلك إعطاء مساحات للتخصيص. فأنت الآن مثلا أنا من خلال الاطلاع على بعض التقارير ونحن نجهز الحلقة كنت ألاحظ بأنه مثلا في الصليب الأحمر مثلا، الصليب الأحمر الدولي مثلا يقوم في المناطق الحدودية بمحاولة مثلا توفير المياه وحفر الآبار والاستفادة من الطاقة الشمسية في مسألة الكهرباء، لأنه ما في كهرباء أيضا، هذه واحدة من الإشكالات. طيب، فكنت أقول والله إذا كان مثلا الصليب الأحمر الدولي مثلا استطاع يوفر هذا، طيب أنت عندك مجموعة من التجار ورؤوس الأموال وأصحاب العمل اللي ممكن والله حتى من باب التطوع الخير يمكن أن يقومون لك بهذا الموضوع، فقط لو أنك أتحت لهم المساحة اللي ممكن هم يتحركوا فيها، سواء كان من زاوية استثمارية أو حتى من زاوية خيرية. فهذه لابد تحتاج إلى تغيير في طريقتها، إنه والله يجب أن لا تكون الدولة متوجسة من كل حركة إنسانية أو حركة خاصة في داخل المجتمع وتتصور بأنه هذه الحركة ستؤدي إلى اختلال في عملية الضبط الحاصلة. لا، أنت في نهاية المطاف تتيح لهؤلاء ضمن نظام ضمن فهم معين، بحيث والله هؤلاء إن أردتها في إطار الاستثمار فليستثمروا فيها، إذا أردت أيضا وهذه تخفف عليك، يعني تخفف على خزينة الدولة من جانب، وتخفف أيضا على المجتمع من جانب آخر، وفي نفس الوقت تعيد على بعض الاتجاهات أن يكونوا والله فاعلين في المجتمع ويعملوا بأموالهم. فكثير من الإريتريين الآن يبحثون مثلا عن أين تعمل أموالهم، فأنت لو استطعت والله أن توفر البيئة، وهنا البيئة طبعا لها علاقة بمنظومة متكاملة اللي هو قوانين الاستثمار، تشجيع المستثمرين، حماية المستثمر، هذه كلها يعني تحتاج منك إلى منظومة من القوانين. شعور هذا الإنسان بأنه والله بإمكانه أن يقدم في هذه الدولة للمواطنين. وهنا أنا حقيقة لا أجد أفضل من تقديم التاجر الإريتري لوطنه في هذا الباب، وخصوصا باب المياه. حتى لو افترضنا يعني الآن ما شاء الله كثير من الإريتريين مثلا موجودين في الخارج وأهلهم وقراهم موجودة، وهم يشكلون نوع من الروابط ونوع من المجموعات التي تنسق في بعض القضايا، فيمكن حتى هؤلاء أن يقوموا ببعض القضايا المتعلقة بالتنمية في المنطقة وخاصة في مجال المياه. فمن حيث أن والله بالإمكان أن والله تتاح هذه الفرص، أنا أتصور فقط يحتاج من
بعض الإجراءات وبعض التقنين والقوانين والتشريعات من الدولة حتى تشجع هذا الباب وتفتح الفرص للناس في هذا المجال. طيب شيخ حسن، جزاك الله خير، ذكرت هذا من حيث التجار بقسميهم، المواطنين الإريتريين والأجانب، وكذلك هناك فيما يتعلق بالمؤسسات الخيرية بإمكانها أيضا أن تقدم يعني أعمال كحفر الآبار ونحوها. كذلك المنظمات والدول شيخ حسن، نعم، المنظمات والدول لو أتيح لها الفرصة في داخل أريتريا في هذين الجانبين الماء والكهرباء، أتوقع أن سيكون لها دور كبير. في هذا الحديث نتحدث وإياكم مشاهدينا الكرام في هاتين النقطتين بعد الفاصل، ابقوا معنا. جنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. اعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ جنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم
شيخ حسن، كنا نتحدث حول مسألة الاستفادة من التجار لإحياء المياه ومواردها والاستفادة من موارد المياه في إريتريا، وذكرتم وجهة نظركم في كلا الأمرين، وأنكم ترون الاستفادة من رجال أعمال الإريتريين أولى من غيرهم لما سيقدمونه بصدق ومحبة وتعاون كبير في إريتريا. طيب، لما لا يسمح للمؤسسات الخيرية أيضا في تقديم خدماتها في داخل إريتريا؟ كما تفضلتم، الهلال الأحمر استطاع أن يوجد بعض المياه في المناطق التي هو يتواجد فيها. هناك العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية التي يمكن إذا أتيحت لها الفرصة أن تقدم خدمات كبيرة في داخل إريتريا يستفيد منها الشعب الإريتري. كذلك التعاون مع الدول الأخرى أيضا التي بينها وبين حكومة إريتريا مثلا تعاون، بإمكان هذه الدول أيضا أن تقوم استثمارات ضخمة في الجانب المياه والكهرباء. لما لم تستفد منها الحكومة، أو لما لم تستفد الحكومة من هذه الفرص الكبيرة؟ جيد. على كل أول في إشكال طبعا قبل ما نأتي إلى قضية أنه الحكومة تسمح للآخرين. أنا أعتقد أول هنالك تقصير من الحكومة نفسها فيما يتعلق بإقامة السدود متاحة، يعني في سدود مناطق متاحة لأن تقيم الدولة فيها سدود، يعني ربما هذه يكلفها مبالغ كبيرة يا شيخ حسن. هي على كل وهي مهتمة الآن بالدفاع عن هي تحتاج على كل إلى توازن دائما. هذه واحدة من إشكالات التنمية في المنطقة عموما، وهو أنك أنت والله 80% تكلفها في الحروب و20 ولا 10% تكلفها في التنمية. هذه واحدة من المشاكل الكبيرة. ولنفترض أنها مشغولة في هذا، في الحروب 80% أو 20% لا تساوي شيء، لما لا تسمح لغيرها من الدول؟ ما السبب؟ هنا الإشكال. هنا الإشكال. أنا أحب أن أشير إلى أن مثلا الحكومة قامت مثلا في بعض المناطق زي مناطق مثلا القاش، منطقة القاش في منطقة قرصة تحديدا، أقامت سد. المنطقة لما عادوا اللاجئين، عدد كبير من اللاجئين عاد إلى إريتريا، أقاموا لهم في منطقة قرصة معسكرات أو نوع من هذا السد اليوم ما شاء الله مثلا يقوم بفائدة كبيرة جدا للسكان المحليين والذين أيضا سكنوا في هذه المنطقة، ولم تعد مثلا المنطقة تشكو من إشكالية ما. أعتقد في مناطق أخرى يمكن بنفس الطريقة أن يقوم فيه. وعموما السدود ليست بهذه الكلفة، يعني أنت ما تقيم سد مثلا مثل ما تقيم السدود الكبيرة لا، أنت تقيم سدود في أودية، بدل أن تذهب المياه هدرا في الفترات بتاعت الخريف. الأودية الصغيرة ممكن أن تكفي مثلا لمدة 3 شهور يكون الأمطار موجودة، فتكفي هذه. لأن فكلما استطعت مثلا أن تزيد من مساحات السدود الصغيرة والمحدودة التي تكفي مثلا للقرى، أعتقد هذا وسيساهم بشكل كبير جدا. ويمكن للمواطنين أيضا أن يساهموا في هذا الجانب، يعني ليست هنالك مشكلة. هذا جانب. الجانب الثاني وهو خوف الدولة بشكل عام من كل ما هو تعاون مع الخارج وفتح المجال للخارج. لما الخوف؟ على كل والله موضوع الخوف هو زي ما قلت جزء منه له علاقة بهاجس الدولة فيما يتعلق بالتدخل الخارجي، وفكرة الدولة لطبيعة الاقتصاد وإدارة الاقتصاد. هذه واحدة من الإشكالات، وهو للأسف الشديد يعني الفكرة الاشتراكية التي تقوم على الحد الأدنى من الحياة وتخشى من أي محاولة للتنمية التي ترتقي بالإنسان من حالة الحد الأدنى إلى الحالة المتوسطة. لها علاقة على كل في انعكاس السياسة أيضا، لما الشعب إلى حد ما يكون والله يعيش حياة لا بأس بها، يفكر بعد ذلك في الحقوق الأخرى. لكن لما تجعله أنت في الحد الأدنى من المطالب، هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك اللهم من فقر منسي. الفقر المنسي ينسيك حتى حياتك، ينسيك وجودك، ينسيك مطالبك، ينسيك تطلعاتك، فأنت تعيش والعياذ بالله في حالة من الهم والغم فيما يتعلق بالوجود اليومي. لما أنت مثلا والله تذهب في الصباح عشان تصل إلى منطقة المياه خلال 4 ساعات أو ساعتين ذهاب 2 إياب، فهذه تصور بس عشان تحصل لك على كمية بسيطة من المياه. هذه إشكالية كبيرة جدا. لكن على كل طيب، أليس أن الفقر أيضا ربما يعني يكون سببا في إقامة الثورات؟ يعني تقوم ثورة ويكون الشعب في حنق شديد ضد الدولة ويتمنى سقوطها في كل لحظة، ومتى ما وجد الفرصة في الإطاحة بها تجده
أول المباركين لهذا الموضوع؟ يعني وعلى كل لا تفكر الدولة أيضا من هذه الزاوية؟ هي ليتها فكرت بهذا الجانب. هي الإشكالية عموما يقولون الفقراء لا يقيمون ثورة. الفقير المطحون بالذات الذي ليست له، هو عاجز يتمنى زوالك، لكن خطورته وين؟ لما يكون عليك عدوان خارجي لا يدافع عنك، هنا تكمن الخطر. هو شاعر أمامك بالعجز وعدم القدرة، وما قادر يتحرك، لا قادر يعمل مظاهرة، لا قادر يقدم لك مذكرة احتجاج، عاجز. لكن الخطورة وهذه الإشكالية كبيرة جدا في إريتريا، وهو أنك عندك مهددات خارجية، ودائما أنت تتكلم عن هذه المهددات الخارجية، وفي نفس الوقت أيضا أنت كابت المجتمع لدرجة أنه يتمنى زوالك. هذه إشكالية. هذه إشكالية كبيرة. وفي تقديري المهددات في المرحلة القادمة قد تكون من هذا النوع. يعني في فترة من الفترات كان المواطن الإريتري عنده القدرة والقابلية أن يضحي بكل شيء في سبيل وطنه، ما كان عنده مشكلة. خاصة حتى إلى حرب 2000 ما كان الناس بتشعر به. لكن ما بعد حرب 2000 بدأت الناس تحس بأنه والله الوطن الذي لا يجد فيه نفسه ولا يجد كرامته ويبحث عن وجوده خارج هذا الوطن، هنا تكمن المشكلة. فكما تفضلت يلزم فعلا من باب حتى الحفاظ على الجانب الوطني والانتماء لهذا الوطن ومحاولة الدفاع عنه من المخاطر الخارجية والتحديات الداخلية، فعلا عملية التنمية وهذا نوع من المعالجات مما يؤدي إلى أنه فعلا الشعب ينتمي لهذا البلد ويتم الدفاع عنه. لكن على كل زي ما ذكرت لك إلى هذه اللحظة حسب علمي لا توجد مثلا قوانين منظمة للعمل الخيري. هذه واحد من المشاكل. كثيرين من المنظمات الخيرية يقول لك نحن نشكو من وجود قانون ينظم الحالة الخيرية، بينما هنالك كثير من المنظمات بالذات من الدول المجاورة يرغبون مثلا في العمل داخل إريتريا، يرغبون أن يقدموا لهذا الشعب. بل بعض الناس يشعر حتى من إخواننا العرب في المنطقة، بعضهم لهم جذور، يقول لك والله نحن عشنا في إريتريا في فترة من الفترات واليوم هم أصحاب رؤوس أموال، يقول لك والله نريد أن نخدم في هذا البلد. لكن المشكلة الوضع غير مساعد في هذا الاتجاه. حتى للأسف الشديد بلغ الأمر مثلا ما بعد حرب 2000 حتى ما كان يقدم من المنظمات الدولية تحت حجة أنه والله قاعد يؤدي ذلك إلى تدخل في شؤوننا الداخلية، أيضا تم إيقاف هذا الموضوع، أو تم تجيير مثلا ما يتم التبرع به من الجهات الخارجية إلى غير مساره، مثلا يمشي للجيش وغيره، والدول تشعر بأنه هي تريد تخدم الجانب المدني وتشعر أموالها تم حرفها إلى جهة أخرى. فهذه كلها على كل من الأسباب التي تؤدي في النهاية إلى أنه فعلا ما يكون في تقديم مساعدة وتقديم تنمية للمجتمع الأريتري، مع أن الفرص زي ما ذكرت لك متاحة وبشكل كبير. أحسنتم شيخ حسن، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يظل الأمر من منظور واقعي هو ما ذكرتموه، بأن الحكومة تتخوف من التعاون الخارجي ولا ترغب في إقامة المؤسسات الخيرية أيضا في الداخل وأن يكون لها دور، وترى أن ترك الشعب بهذا الوضع من المأساوي وأنه آمن لها في جانب الاستقرار الداخلي، ولا تنظر إلى أن هذا الأمر في يوم من الأيام ربما يحدث لها جانبا يعني جانبا سيئا من حيث نظرتها هي، ربما يؤدي بها إلى إقامة ثورة كبيرة تزيلها. دعنا دكتور حسن نناقش الموضوع أيضا من زوايا شرعية، باعتبار أن هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى قد نزل على الشعب الإريتري رغم حصوله أو تملكه لهذه الثروات الكبيرة من الأنهار وغيرها التي أنتم ذكرتموها، رغم يعني أن الله عز وجل قد رزقه هذا كله إلا أنه لا يستطيع أن يستفيد. نظرة شرعية من هذه الناحية، وكيف يمكن أن يجد ويستمتع بهذا الخير الذي آتاه الله سبحانه وتعالى. نريد أن نتحدث أيضا من هذه الزاوية لأنها مهمة. إذا عجز الشعب أن يقنع الحكومة في أنها تهتم بهذا الجانب، ورد الحكومة أنها منشغولة ب80% بالحروب، فأيضا لا تسمح الحكومة بإدخال رجال الأعمال اللي يستفيدوا من هذه الثروات، وكذلك المنظمات الخيرية. ماذا بقي إذن؟ سيبقى الشعب في هذا الهم وفي هذا الغم من عدم تمكنه، رغم أن إريتريا تقع في موقع جغرافي بين الدول يعني المتحضرة، على الأقل نقول الدول النامية،
لكن تظل إريتريا واقفة في مكانها منذ أكثر من 50-60 سنة، لم تتقدم إلى الأمام. فكيف ترى ذلك من النظرة الشرعية في ضوء الكتاب والسنة؟ على كل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنماط التغيير والإصلاح بشكل أدق تتطلب أشكال كثيرة جدا، سواء كان في علاقة الإنسان بنفسه، في علاقته بربه، في علاقته بأخيه الإنسان، في علاقته بمجتمعه، في علاقته حتى بطبيعة السلطة نفسها القائمة، ومدى يعني القدرة على مجابهتها وتقويمها وتصويبها، أو إذا لم يكن هنالك مجال إلا إزالتها وإسقاطها، يصل الأمر بك إلى هذا الواجب. يعني قضية إنه والله إعلان العجز والإفلاس وخلاص نرفع زي ما يقول الراية البيضاء، ليس هذا بطبيعة الحال، ليس حلا. فأول من الأشياء المهمة جدا في الإطار الشرعي هو أن يعمل الإنسان فيما هو مقدور له، فيه ما هو مقدور له. ونحن الآن يمكن ما شكونا من ندرة بقدر ما نشكو من إن في وفرة، ولكن في سوء استخدام. وإلا حتى أحيانا الإنسان الشريعة تذهب معك حتى للعدم. ماذا لو إنه والله انقطعت عنك أسباب السماء؟ فالقرآن الكريم مثلا يدلك على أنه حتى دي عندها علاج، وهو أنك أنت تلجأ إلى الله، لأنه في النهاية خزائن السماوات والأرض بيده. يا سبحان. فالمسلم طبعا ما عنده فكرة الدوران في فلك المادة والطبيعة فقط، ويربط الأمور كلها بس بأسباب طبيعية. لا، هو يدرك بأن الله مخلوق لله تبارك وتعالى، وأن من أنزل الغيث هو الله، وأن من يمنع ذلك هو الله، ومن يوزعه في الأرض هو الله. فهذه الفكرة لا بد أن تكون مسيطرة في الإنسان. وبالتالي الإسلام يعلمك في حالة والله حتى حالة العدم كيف تستسقي. عندنا صلاة خاصة عند المسلمين اسمها صلاة الاستسقاء مثلا، فكيف تستمطر السماء، كيف تطلب من الله تبارك وتعالى. وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيناه سبحان الله في واقعنا المعاصر كثيرا عشنا سبحان الله هذه اللحظات، وهو نخرج إلى الاستسقاء وليس في السماء شيء، يعني شيء من الإشارة إنه الله في سحب أو غيرها. ولما نبدأ في الصلاة وتبدأ في التكبيرة الأولى وإذا بالمطر تجده يعقب. فهذا هو الجانب مهم جدا، قضية الارتباط بالله تبارك وتعالى. النقطة الثانية أيضا من الأشياء التي مهم جدا لهذه الموارد أن يتم التعامل الشرعي معها، وهو كيف أنا هذا القليل المتيسر كيف أحاول أن أرشده. ولذلك مفهوم الإسراف مثلا في المياه، مفهوم يعني حتى وأنت تؤدي شعيرة الوضوء، كيف الشريعة تحثك على أن والله هذا الماء مورد من الموارد التي يمكن أن تنضب، يمكن أن تجف، يمكن أن تقل، فتتعامل مع هذه المسألة بالترشيد. وأنا عموما لست من أنصار الندرة في الموارد، يعني هذه الأرض الله تبارك وتعالى أودع فيها من الخزائن ما يكفي العباد إلى قيام الساعة، ما في شيء اسمه ندرة. الندرة هو مفهوم غربي، يعني مفهوم الندرة وإنه ما في هذا مفهوم غربي تماما. والمفهوم الغربي للأسف الشديد قائم على فكرة إنه في 5% يسيطرون على 90% من الموارد، ويقول لل 95 من البشر هنالك ندرة. وما في ندرة، في سوء توزيع. فمسألة الترشيد في موضوع المياه وكيفية استخدامها وعدم الإسراف لمن وجد الماء، هذه مسألة أيضا مهمة جدا. النقطة الثالثة أيضا كيف يمكن أن الشعب كشعب يتحرك في إطار ما هو مسموح به محليا، ما هو مسموح به محليا. يعني مثلا هل هنالك والله قانون يمنع أنه والله أنا كأهل منطقة مع أبنائي في الداخل والخارج مع غيره استطيع أن أحفر بئر، واستطيع والله أن أخرج ماء وأوصل من هذا البئر إلى القرية كاملة؟ هل هنالك والله الدولة ستقول لي أنت ليش حفرت البئر وليش؟ هذه إشكالية برضو نحتاج أن نقف عليها صراحة. يعني قضية أن نعلق كل شيء بأنه والله ما في مجال، أنا أتصور هذه أيضا تحتاج إلى وقفة. فهنالك أيضا العمل فيما هو مقدور ومتاح. يعني الآن مثلا فكرة توليد الجانب الكهربائي من خلال الشمس، خلال الطاقة الشمسية، يمكن هذه أن تكون متاحة ويمكن للناس أن تستفيد منها وتفيد أيضا في مسألة التوليد المائي أو استخراج الماء من خلال الآبار. فهذه أيضا من الأشياء في تقديري اللي ممكن حقيقة أيضا أن يكون متاح فيها العمل ومتاح فيها كذلك إذا تيسر على كل الأمم المتحدة ومنظماتها. أحيانا هذا أنا ذكرت قبل موضوع الصليب الأحمر مثلا، كان متواجد في المناطق الحدودية في فترة الحرب ما بين الحرب الأثيوبية الأريترية الأولى، لما تواجدت الأمم المتحدة على الحدود ورأت مثلا جملة من القرى الأريترية
تعاني من مشكلة المياه، تدخل على كل الصليب الأحمر وأوجد مجموعة من المعالجات في هذا الجانب. فعلى كل هذه أيضا من الأشياء اللي في تقديري ممكن أيضا أن يتم. أيضا أنا في تقديري لابد الشعب أن يتحرك فيما يتعلق بمطالبه الحياتية. يعني ما تقبل، يعني إذا كان عندك مشكلة في إنه والله السلطة في مطالب السياسية وكذا عندها مشكلة، المطالب الخدمية اليومية الحياتية يفترض إنه الناس ما تتخوف منها، ويجب أن تكون هنالك قدرة على إنه الناس والله تطالب بحقها في الحياة العادية في موضوع الماء والاستفادة منه. فهذه كلها قضايا أنا في تقديري ممكن إن شاء الله أن تكون محل العمل ومحل التعاون. جميل. كنت أريد أن أسألك ما توجيهكم للشعب تجاه هذه القضية، وأنت أشرت إليها شيخنا بأن الشعب ينبغي له أن يتكلم، إلا أن الشعب حقيقة في تخوف حتى لا يساء به الظن فيتم قمعه أو تصفيته أو اعتقاله. يعني في ظل هذه الأمور ما هو الأسلوب المناسب للشعب أن يخاطب الحكومة ويخاطب المسؤولين كوزارة المياه والزراعة، يخاطبهم بهذا الخصوص ويحاول أنه يقنعهم في الاستثمار في المياه؟ يعني في وجهة نظري نحتاج أنك تعطيها شيء من التوجيه بشكل أعمق حتى من باب التذكير لشعبنا الإريتري. أولا دعني أقول إذا اعتبرنا بأنه والله عندنا مستويين من الحقوق، عندنا مستوى الحقوق مسمى الحقوق السياسية، وعندك المستوى العادي الحقوق المدنية والخدمية العادية، يعني المتعلقة بحياة الإنسان وأكله وشربه وماءه وصحته وتعليمه يعني. نعم. فأنا في رأيي إذا كان والله شعب الداخل تحديدا ليست له القدرة بطبيعة الحال نتيجة الوضع الحاصل، ليست له القدرة مثلا على أن والله يطالب مطالب سياسية، لكن ليس هنالك ما يمنع أنك أنت والله تفعل الحقوق المدنية. وهنا أنا لا أتكلم طبعا عن أنه والله يذهبوا في شكل مظاهرات ولا يتحركوا في شكل تجمعات، لكن أنت أحيانا بيكون في اجتماع مثلا مع المحافظ، يكون في اجتماع مع مدير المديرية، مع حاكم الإقليم، مع كذا اجتماع مثلا الشعب موجود. أنا في رأيي هنا يفترض بصورة جماعية، لما يكون الحديث بصورة جماعية عن الخدمات وتوفير الخدمات وأهمية أنه والله هذا النوع من المطالب الحقوقية، أنا أتصور أنه يمكن أن ينتج، خصوصا لما يكون مع المسؤول المباشر عن الجهة المباشرة. أيضا أحيانا لما تقوم في شكل مبادرات ليست مطالب فقط، في شكل مبادرات، إنه أحيانا قد تتعلل الحكومة بأنه والله هذه المطالب لا قدرة لنا عليها. أحيانا قد يكون من المفضل إنه والله أن تقوم بجملة من المبادرات، توفر جملة من المبالغ في إنه والله هذا المشروع مثلا أو موضوع البئر أو حفر هذه البئر تكلف مثلا مبلغ من المال، فيقوم التجار في المنطقة وأهالي المنطقة بتوفير مثلا ما يلزم لذلك، ثم المطالبة بأنه والله نحن نريد أن نقوم مثلا بتنفيذ هذا. فأنا أقول موضوع تفعيل الجوانب الحقوقية التي تمكن الإنسان في مسألة الوجود ومسألة البقاء في الحياة، هذا أقل ما يمكن أن يطالب به الإنسان لأي سلطة أيا كانت، سواء كانت السلطة ديكتاتورية ولا كانت السلطة ديمقراطية. طيب، تحدثتم عن دور الإريتريين في الداخل وما يجب عليهم أن يكون، فما دور الإريتريين في الخارج تجاه هذه المشكلة؟ ما الذي ينبغي عليهم؟ للأسف طبعا في ظل الحالة الموجودة الآن قد يكون من الصعوبة أهل الخارج أن يتفاعلوا مباشرة مع الداخل، يعني بحيث يكون عندهم مجال لأن يتفاعلوا مع الداخل، لكن عندهم أنا في تقديري القدرة التفاعل مع أهلهم وأقربائهم وذويهم في المناطق الموجودة، يعني المناطق اللي فيها مشكلة، فيها ندرة في المياه، فيها كذا. أنا أتصور بأنه كثير من الناس يمكن أن تتحرك في هذا المجال لمعالجة المشكلات المحلية عبر أهلهم، عبر ذويهم. هذه قد تكون متاحة، لا أتصور أنه والله أهل الخارج ما عندهم القدرة على هذا الجانب. أيضا بإمكانهم والله تزويد مثلا أهل الخارج، يمكن أن يزودوا أهل الداخل بتقنيات، يعني هذا قد تكون أيضا متاحة. يعني ممكن أن يكون هنالك مثلا بعض التقنيات التي يمكن تمريرها ومسموح أنها والله تواجد في الداخل، فأنت تمرر أيضا هذا الجانب، سواء كان الشكل مضخات أو كان الشكل مواسير أو غيره، يمكن أن تساعد مثلا أنت في هذا الجانب مثلا. فهذه أتصور أيضا ممكن تكون من الأشياء التي يقوم بها أهل الخارج في محاولة مساعدة أهلهم في الداخل. دور الحكومات والشعوب الأخرى تجاه ما يعانيه إخوانهم في الإنسانية وإخوانهم في الإسلام، يعني سكوتهم أيضا بحجة أن هذا لا ترغب به الحكومة، هل هم معذورين من هذا؟ أن يروا إخوانهم في داخل إريتريا
عطشة جوعة يعني تمر بهم ظروف صعبة. على كل هذه طبعا للأسف الشديد ما هي رسالتك لهم؟ الحكومات نوعين: حكومات ليست لها سلطان على الآخرين، وحكومات لها سلطان على الآخرين. يعني هنالك الآن دول تتدخل بشكل سافر إذا أرادت أن تتدخل. يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي اليوم مثلا في بعض البلدان يتدخلون بشكل سافر ويفرضون خيارات. يعني لاحظ مثلا ما حصل قبل 3 أيام 4 أيام في السودان، كيف أن الدنيا قامت وقعدت في سبيل فرض خيار سياسي معين، فرض النظام المدني. طيب يا أخي أنت والله أرحمت الجوار أيضا حتى تكون الحالة متقاربة. يجب أن يكون هنالك أيضا يعني نفس الهبة التي حصلت في السودان ومحاولات الاهتمام بهذه المنطقة. يا أخي هنالك شعب مقموع وهنالك شعب أيضا يعاني الأمرين منه، ومع ذلك مسكوت عنه وكأنه خارج الخارطة. مع أن هذا الشعب من حيث الآثار السالبة أيضا آثاره واصلة إليك. يعني من يموتون الآن على مشارف أوروبا وعلى سواحلها وفي بحارها، وكل يوم نسمع من لا يمكن أن تكون في حالة غرق لا تكون فيها مجموعة من الإريتريين، مستحيل. يعني صارت هذه الحالة. فأنت إذا تعاني أيضا وأنت سمعتك تشوه ويساء إليك ويساء إلى سمعتك الدولية، وأنت تتكلم عن نظام عالمي متداخل ولك القدرة أن تتخذ بعض الجوانب ما يتعلق بالحقوق الإنسانية. فالصمت أول بالنسبة للدول الكبرى في تقدير هذه جريمة كبيرة جدا تمارس ضد الإنسانية، أنه يكون في شعب مقموع وفي شعب يعاني من الويلات ومع ذلك مسكوت عنه. الدول الأخرى حقيقة اللي ما عندها قدرة وتتعامل مع النظام بمنطق إنه والله اسكتوا نسكت، اسكتوا عن جرائمنا نسكت عن جرائمكم، وهؤلاء طبعا اعتبرهم خارج دائرة التكليف. يعني دكتور حسن سلمان، أتوجه إليك بشكر جزيل حول هذا الموضوع الكبير الذي في الحقيقة ليس له حل إلا من عند الله تبارك وتعالى. هي أزمة كبيرة يمر بها الشعب الإريتري، وكما تفضلت يعني شرع الاستسقاء لمثل هذه الأزمات. فنحن نوصي شعبنا الإريتري أن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا بلاء عام، وهذه المحاولات هي مجرد التذاكر والتفاكر ومحاولة يعني أن نعيش أزمة إخواننا الإريتريين في الداخل. وفي النهاية الأمر بيد الله سبحانه وتعالى يفعل كيفما يشاء. مشاهدينا الأكارم، أتوجه إليكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على حسن المتابعة والاستفادة. أستودعكم الله تبارك وتعالى حتى ألقاكم على خير الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل